السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا بخير وصحه جيده ان شاء الله. بحالكم معايا في القناه بنت سميره. اليوم البنات جبت لكم وصفه ديال البنين اللي كتجي رائعه سهله بدون دلك، غير بيضه وحده. واحد البنين اللي كيجي كيحمق البنات، كيجي خفيف بحال الريشه، محمر غزال، ما تشبعوش منه، وبكميه وفيره، او 20 حبه بحجم كبير. مقادير بسيطه جدا، بقاو معايا شوفوا مقادير والطريقه ديال التحضير اللي سهله جدا. نتمنى تشجعوني بلي لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء والحبايب باش تعم فائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا كل خير وفرجه ممتعه. بسم الله، غادي نبدا على بركه الله. كنجيب واحد الاناء، عندي هنايا 2 معالق كبار ديال السكر، سكر حبيبات. عندي ساشي ديال الفاني، عندي هنايا ملعقه كبيره ديال القشور. درت انا قشور البرتقال وقشور ديال الحامض، كيبقى لكم الاختيار، تقدروا ديروا غير الفاني، تقدروا ديروا قشور البرتقال بوحدو، ديروا الحامض بوحدو اللي متوفر عندكم واللي كتفضلوا. ولكن هاد ملي كنخلطوا الفاني مع قشور الحامض مع قشور البرتقال كيعطي واحد المذاق ما نقولكمش خطير، كيجي اكثر من رائع. نضيفوا هكا السكر، غادي نحركوا شويه مع السكر باش كيطلقنا داك نسمه زوينه. عندي هنايا 2 كؤوس ديال الحليب اللي كيكون دافي. الكاس كيهز 150 مجموعه 300 ملي ديال الحليب. اللي ما بغاش دير 2 كؤوس ديال الحليب كدير كاس ديال الحليب وكاس ديال الماء. 2 كؤوس ما يعادل 300 غرام، 300 ملي. عندي هنايا ملعقه كبيره ديال خمير الخبز او خميره الفوريه، غادي نخلطها حتى كتذوب معايا شويه. عندي هنا بيضه واحده، وغادي نخلط كلشي مزيان. مكونات بسيطه جدا. عندي هنايا الدقيق الابيض او الفارينه اللي منخول. في الاول غندير شويه وغادي نخلطو هكا بالفوي كينسجم ليا مزيان. وصفه سهله وسريعه ودغيا كتوجد معنا. اللي مبغاش دير بيدها تقدر دير بالعجانه، ولكن ما كيحتاجش العجانه لان راه العجينه ساهله ما كتدلك ما والو. نخلط مزيان بالفوي. صافي ملي خلطت مزيان دابا غادي نحيد الفوي وغادي نستعمل يدي. عندي هنايا ربع ملعقه ديال الملح، نصف ملعقه ديال الخميره الحلوه او بيكنج باودر ما يعادل واحد 4 حتى 5 غرام. صافي وغنجمع العجين بيدي. العجينه خصها تكون رطبه باش كيجي لنا البني زوين. كنجمعوا العجين صافي. كنجمع العجين
انا خدت ليا بالنسبه للدقيق خدت ليا 5 كؤوس ما يعادل 500 غرام، وانتم على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي عندكم، لان الدقيق دائما كيختلف. واحد البنت كانت كتب لي التعليق قالت لي راه ما كتقوليش الكميه ديال الدقيق، راه كنقولها في الفيديو، ولكن مع ذلك خصكم تشوفوا على حسب النوعيه ديال الدقيق، لان كيختلف وكيختلف الحجم ديال البيض. ما تقدروش يعني تحكموا غير بالميزان في الدقيق، تقدروا يعني تحكموا في العجينه اكثر ما كتحكموا في الميزان، لان كيختلف. واخا قلت لكم يعني بشحال بالميزان، ولكن في الاخر ما غاديش تستغليكم. ملي كتجمع هكا العجينه كتكون هكا كتلصق شويه في اليدين. عندي ملعقه كبيره ديال الزبده وحراره المطبخ ما يعادل 40 غرام، من الاحسن تكون حيوانيه باش كتعطينا المذاق زوين بزاف. صافي غندخلها في العجين، غادي نخدم هكا العجين بيديا حتى كتدخل فيه داك الزبده. في الاول غتبان لكم كتقطع لكم العجينه، راه ما عليها والو، غير كتستمروا حتى كترجع العجينه كتجمع وكترجع بحال الخويره. صافي بقيت كنخدم العجينه حتى كتدخل فيها داك الزبده وكترجع هكا العجين مجموعه وكترجع لينه كما كتشوفوا، كتكون هكا رطبه ومتماسكه في نفس الوقت. صافي دابا غندير شويه الزيت غير قليل في يديا غير باش كندهن بها العجين باش كتخمر ليا دغيا العجينه. كما شفتوا راه غير دخلت فيها داك الزبده، يعني ما كتحتاج بزاف ديال الدليك. صافي غادي نغطيها ونخليها حتى تختمر ويضاعف الحجم ديالها. هو العجين ملي اختمر وضاعف الحجم ديالو كتخليوه يختمر مزيان باش كينجح معكم. كنحيدو هاد البلاستيك، كندير الدقيق على سطح العمل. صافي كنحط عليها العجين، كنجمع هكا العجين. ضروري ديروا الدقيق على سطح العمل يعني باش ما تلصق لكمش العجينه. صافي كنبسطها كنسير هكا شويه بالمدلك. العجينه كتكون رطبه سهله فاش كنخدموها. اللي سرحت العجين هكا كيكون السمك ديالها ما تكونش غليظه بزاف ما تكونش رقيقه بزاف. دائما كنتاكدوا واش كاين الدقيق من الاسفل باش ما كتلصقناش العجينه ملي كنجيو نهزوها. دابا ملي كنسرحها هكذا كنخلي واحد 3 دقائق باش كترتاح معايا، باش ملي كنقطعها ما كتجمع لياش العجينه. ملي غترتاح واحد 3 دقائق نرجع معكم. ملي كنخليوها ترتاح واحد 3 دقائق صافي كنجيبو كنقطعوها اي قطعه عندكم. انا غندير هذه دائريه، تقدروا ديروا مربع، ديروا بزلافه، بكاس، اي حاجه متوفر عندكم. صافي كنبدا نقطعهم هكذا. ملي كنخليو العجينه كترتاح هذاك 3 دقائق ملي كنقطعوها هكذا ما كتجمعناش العجينه. بالنسبه للحجم نتوما كتحكموا فاش بغيتوهم صغار ولا كبار. انا درت هذا الحجم متوسط. صافي كنبدا كنهزهم وكنحطهم على ورق ديال الزبده اولا شي منديل اللي كنرشوه بالدقيق. بالنسبه للبنات اللي مبتدئات اللي ما كيقدوش يهزوا العجينه ملي كتختمر كيقطعوا داك الورق ديال الزبده وكيحطوا عليه. كما شفتوا راه ملي كنتاكدوا في الاول كيكون الدقيق من الاسفل. صافي ملي كنهزوهم ما كيكونش
لاصقين كيجيو لنا ساهلين باش كنهزوهم. دابا غادي نجمع هذا اللي بقى ليا وغادي نخليه يرتاح واحد 3 دقائق وغادي نرجع نسرحو ونكمل بنفس الطريقه حتى نكمل كلشي العجين. كملت العجين غادي نغطيه ونخليه حتى يختمر. ملي يختمر غادي نرجع معكم. ملي كتختمر العجين كندير الزيت كتسخن وكنقص على النار اللي كتكون متوسطه صافي، وكنبدا كنطيب كنهز هكذا البني ديالي وكنحطو في الزيت. صافي كنحركهم هكذا راه كيتفقوا. ملي كيبداو هكذا كيتفقوا كنقلبوهم. راه دغيا كيختمروا لان دابا الحال سخون. غادي خداو معايا غير 20 دقيقه ما وصلش. النار كديروها متوسطه، ما كديروهاش عاليه بزاف باش ما كتحرقوا لكمش، وما كديروهاش يعني منخفضه بزاف باش ما يشربوا لكمش الزيت. كيجيو رائعين، كيجيو منفوخين. ملي كيتحمروا صافي كنهزهم هكا بشي مصفات، كنحطهم هكا على شي شوكه او ورق ديال المطبخ اللي توفر عندكم. ملي كملت الطياب دابا غادي نزينهم. التزيين كيبقى اختياري، تزينوهم باي حاجه بغيتوها. تقدر تفندوهم غير بالسكر، تقدر تعمروهم بالشوكولا، تقدر تعمروهم بالكريم باتيسري، دهنوهم باي حاجه. تقدر ديروا خطوط ديال الشوكولا، اي حاجه متوفره عندكم، اي حاجه كتفضلوها. انا غنديرهم ندير لهم شويه ديال المربى ديال المشماش، وعندي هنايا اللوز ايفيلي اللي محمر في الفران. كما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، كديروا اي حاجه متوفره عندكم. كنهز هكذا لي بيني ديالي اللي كيكون خفيف بحال الريشه، غادي ندهنو هكا المربى. تقدر ديروا حتى العسل حتى هو كيجي زوين، وغنديرو هكا اللوز ايفيلي من الفوق كيعطي واحد المذاق رائع. تقدر تهمشوه شويه هكذا حتى بالعسل. جربتهم انا حتى بالعسل كيجيو زوينين. تقدروا ديروا المربى والكوك حتى هو كيجي زوين. كنحطوهم هكذا صافي. كنزينو هكا باللوز او كاوكاو محمر، اللوز محمر مهرمش اللي توفر عندكم. اول بنات البيني ديالي ملي كملتو كيجي رائع، كيجي خفيف محمر، كيجي غزال لا في الشكل ديالو ولا في المذاق، كيجي اكثر من رائع. خفيف بحال الريشه كما شفتوا، راه سهل جدا وكيوجد بسرعه بكميه ما شاء الله. تحصلت على 20 حبه بهذا الحجم الكبير. شوفوا البنات كيجي خفيف. غادي نحل لكم تشوفوا كيجي رائع البنات، كيجي مقطن غزال البنات، ما تشبعوش منه. في هذيك القشور ديال البرتقال مع ديك القشور ديال الحامض والفاني، كيجي اكثر من رائع. كيجي خفيف. شوفوا القوام كيجي رائع. نتمنى كيبان لكم كيجي غزال. غادي نحل لكم وحده اخرى. شوفوا البنات كيجي اكثر من رائع، كيجي مقطن بحال الريشه. شوفوا البنات كيجي رائع غزال، كيحمق البنات. كما شفتوا راه ساهل وراه كيجي رائع. جربوا ويعجبكم، انا متاكده غادي يعجبكم. نتمنى تشجعوني بلي لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء والحب باش الفائده. كنشكركم بزاف، جزاكم الله عنا كل خير. حتى الفيديو اخر وصفه جديده، والسلام عليكم في رعايه الله.